السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في القناة. أعتذر منكم على الغياب. وصفتنا لنهار اليوم رجعت معكم بوصفة تاع خبز الشعير، خبز اللي كنت حضرته بالفارينة تاع الشعير لا فارين دورج. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم وتنال الرضا تاعكم. نخليكم مع بقية الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة. ونبداو على بركة الله في الوصفة تاعنا. عندي هنايا 500 غرام من فرينة تاع الشعير، عندي معها ملعقة كبيرة تاع السكر البني ولا العسل من الأحسن، ندير معاهم كذلك ملعقة تاع خميرة الخبز. بالنسبة للمقادير راني رايحة نخليهم مكتوبين في صندوق الوصف كالعادة. من بعد هنايا نحاولوا أننا نخلطوا جميع المكونات الجافة. من بعد راني رايحة نضيف عليهم ملعقة صغيرة تاع ملح، ونضيفوا كذلك 2 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون من المستحسن. من تكون هكذا نكون رايحين نحضروا خبز صحي بالفرينة الكاملة ولا الفرينة تاع القمح الكامل ولا تاع الشعير. هكذا من المستحسن أننا نستعملوا المواد الصحية كما العسل وزيت الزيتون. من بعد هنايا كما شفتوا معايا ضفت تقريبا واحد الكاس تاع الماء دافي، ونبدا هكذا نجمع في العجينه تاعي باضافه الماء تدريجيا حتى رايحين نتحصلوا على العجينه تاعنا هنايا ما ندلكوهاش بزاف، جوست نلموها فقط. انا غير مع التصوير هكذا نصور لكم نخدمها في لو بيتران، سينون تقدروا تخدموها هكذا في ان بول عادي في قصعه ولا في جفنه، كل واحد كيفاش يسميها. نجمع هذيك العجينه تاعي باضافه الماء الدافي تدريجيا كما راكم تلاحظوا معايا. هاد الخبز بزاف يتخوفوا منه، يحسبوا انه التحضير تاعو صعب، لكن اي حاجه هكذا مع التجربه انا رايحين نجربوا. المره الاولى بالك ما ننجحوش فيها، المره الثانيه اكيد انا رايحين نتحصلوا على نتيجه، نتحصلوا على خبز وما كاينش احلى من حاجه نصنعوها في الدار بيدينا. كما راكم تشوفوا معايا هنايا قربت لكم العجينه اللي لازم نتحصلوا عليها. بعد ما جمعت العجينه تاعي وتحصلت على هذا القوام، نجيب هنايا ان بول كنت درت فيه تقريبا واحد 2 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، نحط فيه هذيك العجينه تاعي. من بعد هنايا انا رايحين نخلوها تختمر، راني رايحه نغطسها مليح في هذاك زيت زيتون، نحاول انني ندهنها جيدا بهذيك 2 ملاعق كبار تاع زيت الزيتون. من بعد انا رايحه ندير لها تقريبا واحد 4 ولا 5 ملاعق تاع الماء دافي هكذا في السطح تاع العجينه تاعي. من بعد انا رايحه جلا فيلم او كونتاكت كما شفتوا معايا هاد التدبيره اللي اكثر من رائعه. كي هكذا اي مخبوزات كسوا لي بريوش لي بان لي باتا بان لا باتا بيتزا، اي عجينه تكون تختمر ديروا لها هاد لاستوس. كي تجو تغطوها ديروا الفيلم اليمونتير كولي مع هذيك العجينه تاعكم، راكم رايحين تتحصلوا على نتيجه من اروع ما يكون. هنايا بعد ما غطيتها كنت خليتها تقريبا واحد 1.5 ساعة في مكان دافئ حتى اختمرت وتضاعف الحجم تاعها، وبديت نشكل فيها. بعد ما اختمرت هنايا وتضاعف الحجم تاعها، انا رايحين نرشوا سطح العمل تاعنا سواء بالفرينه تاع الشعير ولا الفرينه الكامله. انا هنايا استعملت النخاله. كما نعرفوا كي نخدموا خبز صحي هكذا نحاولوا اننا ما ندخلوش فيه كامل الدقيق الابيض ولا الفرينه. هنايا استعملت النخاله. ني رايحه هكذا نخرج شويه هذاك الهواء، نديغازي هذيك العجينه تاعي. من بعد كنت قسمتها الى 5 كريات. انا هذه الكميه عطاتني 5 خبزات فقط، درت غير رطل تاع فرينه ماشي بزاف. هاد الخبز تقدروا تطيبوه في الفوغ ولا تطيبوه في الطاجين تاني، كم رايحين تتحصلوا على خبز من اروع ما يكون. هكذا تقدموه مع الزبده ومع شويه تاع البن، يجي من اروع ما يكون.
هنايا نرمد هذيك الكريات تاع العجينه تاعي في النخاله، نبسطهم شويه ونخليهم تقريبا واحد 3 إلى 4 دقائق يرتاحوا. من بعد اني رايحه نزيد نفتحهم جيدا، السمك تاعهم يكون تقريبا 1 ولا نصف سنتيمتر هكذاك تقريبا. من بعد اني رايحه نخليهم يزيدوا يختمروا للمره الثانيه، بعداش اني رايحه نطيبهم. كما شفتوا معايا بعد ما فتحتهم المرة الأولى، هنايا زدت جبت شوية تاع نخالة وزدت فتحتهم. من بعد مباشرة نجيب السنيوة تاعي اللي تدخل للفرن. كما قلت لكم تقدروا تطيبوهم في الطاجين، تتحصلوا كذلك على خبز من أروع ما يكون. هنايا حطيتهم في السنيوة تاعي، من بعد كنت غطيتهم بان تورشون وخليتهم زادوا اختمروا للمرة الثانية. بعد ما اختمروا كنت شعلت الفرن تاعي يسخن على أعلى درجة تقريبا واحد 250 درجة. درت هكذا ثقوب في الخبز تاعي في الوسط باش يخرج منه الهواء، ماهيش رايحه تخسر لي الخبزه تاعي. ندخلهم يطيبوا ونشوفوهم. وفي الأخير هاوينا الشكل النهائي تاع خبز الشعير. كما شفتوا معايا حضرناه بأسهل طريقة، ما كايناش حاجة صعيبة في المطبخ، كل شيء بالإرادة تاعنا. كي نحبوا حاجة لازم نوضو هكذا ونتعلموها. كنت قدمته هكذا مرفوق مع زيت الزيتون وكذلك مع اللبن. صدقوني جا الذوق تاعو من أروع ما يكون. يا ريت الريحة توصلكم وكذلك الذوق. ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا لكم على طيب المتابعة. دمتم أوفياء للقناة، وإلى الملتقى مع فيديو جديد، وصفة جديدة أو فكرة جديدة بإذن الله.